سالي تعالي صوتك ليه كده؟ الفلوس دي ناقصه. فلوس ايه اللي ناقصه؟ وانت حد فلوس بيجي جنب الشغل. فلوسك؟ طيب وحد بيجي جنب فلوسك ما تعدهم كويس. ما انا بعدهم اهو كويس وعديتهم بدل المره مرتين. دلوقتي الفلوس دي ناقصه وناقصه كتير جدا. طيب وحد بيخش هنا غيرنا يعني؟ ما اعرفش، انا ما شفتش حاجه. يعني انت شفتيش حد دخل ولا انت اللي خدت منهم اي حاجه؟ لا وانا اخد ليه من فلوسك اصلا يعني؟ تعالى نسال اللي معانا في البيت ونشوف، يمكن حد شالهم طب او اطلع حاجه. قدامي ما نروح نساله. سهيلة، ايوه نعم. الفلوس دي كانت في الدرج عندي وناقصه فلوس كتير. انت خدت منها حاجه؟ خدت منها حاجه يعني؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ من امتى وانا باخد حاجه من وراك اصلا؟ انا ما بشكش فيكي، انا بسالك ان كنت محتاجه منهم حاجه وخدتيها عشان دي فلوس شغل. لا ما انت عارف، انت عمرك ما حرمتني من حاجه، وانا لو عايزه حاجه ما انا هقول لك يعني، وبعدين لو خدت ما انا هقول لك. لما هو مش انتي ولا هي، امال مين؟ اتاكدت منين بقى ان هي مش سالي؟ نعم يا اختي، يعني ايه اتاكد منين مش سالي؟ مش فاهمه تقصدي ايه يعني مش سالي؟ يعني ايه اتاكد ما اتاكدش دي؟ يا سالي مش قصدي حاجه يعني، بس ما فيش غير انا وانت في البيت. لا ثانيه، ممكن برضو ما تكونش سالي، ممكن تكون البنت اللي جوه دي، انا مش مرتاحه لها اصلا اول يوم هي جت فيه على فكره. لا يا حبيبتي، البنت دي بقالها سنتين معانا وما شفناش منها غير كل خير. ده قدامك بس على فكره، لكن من وراك بقى بتعمل حاجات كده غريبه، حتى هدومي برضو بلاقيها ناقصه. اقعدوا بقى انتوا الاثنين اتخانقوا مع بعض وانا فلوسي مش لاقيها. والله عادي برضو، احنا لازم نسالها برضو، يعني انا مش شاكه فيها بس نسالها. سالي عندها حق على فكره، مفيش حد غريب في البيت غيرها، اكيد هي. يا هدير، يا هدير، هدير. ايوه يا استاذ اسامه.